القاتل الذي اعتذر بعد أن دفن أكثر من 70 جثة. لم يكن له وجه مرعب ولم يملك ملامح الشر أو ماضي مضطرب كغيره، ومع ذلك كان يقود شاحنته نهارا ويعود لزوجته ليلا. بينما تحت جسور النهر كانت جثث الضحايا تتحلل بهدوء. هذا ليس فيلما، هذه قصة جاري ريدواي. ولد جاري في 1949 بواشنطن الولايات المتحدة. نشأ في حي متواضع وسط عائلة تفتقر للحب، لكنها ليست مأساوية بما يكفي لتبرر ما سيأتي لاحقا. كان يعمل في شركة دهان سيارات، متزوج، هادئ، لا يشرب ولا يدخن. جاره قال عنه لاحقا: كان أكثر شخص طبيعي قابلته في حياتي، ولكن خلف هذه الطبيعية الزائدة كانت هناك طبقات من الظلام. منذ مراهقته كان مهووسا بالجنس، مصابا بتناقض نفسي، احتياج حاد للنساء وكراهية مريرة لهن. وحين كبر لم يعالج هذا التناقض، بل جعله أسلوب حياة. في أوائل الثمانينات بدأت الشرطة تتلقى بلاغات عن جثث نساء وجدت ملقاة بقرب نهر جرين في سياتل. الضحايا كانت عاملات جنس أو فتيات هاربات بنفس النمط، تم خنقهن وخلع ملابسهن وألقيت أجسادهن في الماء أو بين الأشجار، وفي كل مرة يكون نفس النمط، نفس البرودة ونفس البصمة التي لا تكتشف. القاتل لم يكن يترك أدلة، وكان يقود شاحنته ويستدرج الضحية بالكلام الهادئ ويقدم المال، ثم ياخذها إلى مكان منعزل، وهناك تتحول الرحلة إلى كمين موت. طريقة جاري كانت نظيفة وفعالة. كان يخنق ضحيته حتى تفقد الوعي، ثم يخنقها أكثر حتى تتوقف عن الحركة. بعدها يمارس النكروفيلية أحيانا، ثم يضع الجثة في الشاحنة ويقود بها لأميال حتى يجد مكانا بعيدا يرميها. بعد الجثة دفنت وبعدها تركت لتحلل في الهواء الطلق. كان يزور بعضها لاحقا يتأمل عمله كما وصفه بنفسه، وكلما شعر بالفراغ عاد يبحث عن فريسة جديدة. بقي القاتل مشهورا لأكثر من 20 عاما، وفي عام 2001 تم استدعاء جاري ريدواي للتحقيق بشكل روتيني في قضايا قديمة. وأثناء مراجعة ملفات الحمض النووي تم التوصل أخيرا إلى تطابق بين الحمض النووي والموجود على 3 من الجثث وجاري ريدواي. وحين واجهه بالأدلة لم يقاوم، وفقط قال: نعم أنا هو، قتلت كثيرا. ثم بدأ يسرد جريمة تلو أخرى، كل مرة يسأل فيها عن عدد ضحاياه يقول: لا أعرف، لكني أعتقد أكثر من 70. في 2003 وقف في المحكمة أمام عشرات من أهالي الضحايا وأعلن اعترافه بقتل 48 امرأة رسميا، رغم أنه اعترف لاحقا أن العدد تجاوز 71. وكان هاديا مثل عادته، لا يظهر عليه الانفعال. قال: كنت أفعل ما يجعلني أشعر بالقوة، كنت أخضع المرأة وأنهيها. المقابل تجنب حكم الإعدام مقابل اعتراف الكامل بكل ضحية ومكانها. حكم عليه ب 48 حكم مؤبد دون أي فرصة للخروج. جاري ريدواي لم يكن وحشا بصوت عال، كان مجرد رجل يقود شاحنة، يبتسم لجوزته ويأكل على الطاولة نظيفة، لكنه حمل بداخله غريزة مفترسة مقنعة بالهدوء. ضحايا لم يكن أرقاما بل نساء ضائعات تم دفنهن تحت صمت هذا الرجل، والأسوأ أنه صار بجوار الناس لسنوات دون أن يشعر به أحد. قصة ريدواي تذكرنا ليس كل من يبدو طبيعيا طبيعي.